السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال. بعد مشاركتهما في احتفالات العيد الوطني الفرنسي، وليد كبير يفضح نفاق خديجة بن قنة وحفيظ دراجي. فضح الإعلامي الجزائري وليد كبير نفاق المعلق الرياضي الجزائري بقنوات بين سبورت حفيظ دراجي والصحفية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، وذلك بعد مشاركتهما في الحفل الذي نظمته سفارة فرنسا بالدوحة بمناسبة العيد الوطني الفرنسي المصادف ل 14 يوليوز. وأوضح وليد كبير في تدوين له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حفيظ دراجي وخديجة بن قنة شاركا في الحفل ولم ينشرا صور حضورهما له على حسابهما بمنصة إكس. وتبع الإعلام الجزائري أنه من يوهم الجزائريين بالدفاع عن مطالب اعتذار فرنسا عن ماضيها في الجزائر عليه ألا يشارك احتفالاتها، وإلا فهذا اسمه النفاق، مشيرا إلى أن حضورهما يعبر عن حبهما الشديد لفرنسا وهذا هو الواقع. وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يكتبانه في العالم الافتراضي فهو الوهم الذي يسوقانه لمن يتابعهما، مثلما يفعل نظام العسكر المنافق المتيم بحب فرنسا من جهة والمتاجر بالذاكرة التاريخية للجزائريين من جهة أخرى، مضيفا أن الصحفية خديجة بن قنة مواطنة فرنسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.